عسلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تتفرجوا في فيديو اليوم. رجعت لكم بغوسيت جديدة، غوسيت سكري، غوسيت شتوية زمنية. الناس الكل نعرفوها ونعملوها برشا في الشتاء. دونك هي كيكة البرتقال. بما انه سيزون شتاء دونك اغتنمت الفرصة باش نبارطاجي معاكم الغوسيت. بون جيت مأخر شوية مي كومي ان شاء الله تستفادوا منها. به شو نستحقوا كعبتين عظم، ساشي سكر فاني، زوز ساشيات ليفور شيميك. وبالنسبة للسوائل نستحقوا كيس كما تشوفوا فيه كيس جو ما يقارب 3 كعبات برقدان كبار، وكيس غير ربع زيت نباتي. وبالنسبة للنواشف كيس سكر وكيس حطيت لكم هوني كيس فرينة. مي انا استحقيت يعني جوست حطيت لكم الكيس مي اكثر من الكيس بالطبيعة 3 كيسان، وحسب الفرينة متاعكم تجموا اقل من 3 كيسان بشويه، تجموا اكثر من كيس من 3 كيسان بشويه. بالنسبه للجو هوني حطيت انا الكيس عطاني 3 كعبات برقدان. به نمثل لكم 3 كعبات برقدان. تنجموا تحطوا 3 كعبات برقدان الجو متاعهم، تنجموا تحطوا 3 كعبات برقدان الكلهم مرحيين بالقشور متاعهم، جوست تنحيو القلوب. تنجموا تحطوا كعبتين برقدان بالقشور متاعهم وكعبه جو، ولا كعبتين جو وكعبه مرحيه بالقشوره متاعها. راهي نفس الريزولتا. الكيكه في الاخر بالكل مش تجيكم هشهوشه وبنينه وتعمل 66 كيف. الفرق الوحيد هو الجو كيفاش تكون. كيف مش ترحي كعبه البرقدان بكلها بالقشوره متاعها، الجو مش يكون طاغي اكثر، اقوى. طعم البرتقال اقوى من انها جو. هذا هو الفرق. باهي هوني نجيو للطريقه. حطيت كعبتين العظم، حطيت الزيت نتاع البرقدان 3 كعبات برقدان هذوكم، حطيت الزيت نتاعهم وكاس السكر وبيان سور معاهم ساشي سكر فاني. هوني الفايده الكل انك تركز بالكدا. شوفوا كيف الفارق لين يضاعف الحجم ويولي ابيض. ما هوش الفايدة في قداش تحط من كعب عظم، الفايدة في انك كيفاش مش تركز العظم والسكر. لازم السكر يذوب كومبليتمون والعظم يضاعف الحجم يولي ميلانج ابيض. نزيدو كل كاس الجو وكاس غير ربع زيت نباتي. هون استعملت الفوي مانويل خاطر بدا يسيل الميلانج واللي يطش به. نجيو هوني للفرينة معهم زوج ساشيات خميرة مرطبات. بيان سور نغربلوهم مليح. انا حطيت 3 كيسان مي بعد راني استحقيت اكثر شويه، استحقيت زوز مغارف مكومين. باهي هوني الكاس متاع الفرينة راهو يهز 5 مغارف فرينة كبار مكومين بالكدا باش تكونوا فاهميني. الكاس يهز 5 مغارف فرينة كبار مكومين بالكدا. استحقيت 3 كيسان وبعد زدت الزوز مغارف اخرين. فوالا هوني زدت الزوز مغارف الاخرين. الميلانج لازم يكون عاقد بالكدا باش تكون ناجحه معاكم. لازمها تكون عاقده بالكدا كيما التكستور نتاع الجينواز لازمها تكون عاقده. اتو تشوفوا التكستور من بعد. فوالا كيما تشوفوا بالضبط عاقده بالكدا. به هوني دهنت الطباق نتاعي بالزبده ومش نحطوا الميلانج وبيان سور على 180 درجه مده 40 دقيقه. حليت عليها من اللوطه وبعد 40 دقيقه حمرتها من الفوق. ما تحلوش عليها الفور الا من بعد 30 دقيقه باش تتفقدوها. ما تحلوش قبل 30 دقيقه راهي تتفشلكم. ملاحظه. بيان سور كيما هي قلنا زمنيه شويه نحطوا الجلجلانه متاعنا. سي بون خرجتها واني مزيت سخونه شويه. بيان سور نحب نوريكم المخصو منها. راهي طريه تهبل وهشهوشه وكزيست نتاع البرقدان قداش عطاها فيها مطعم بنين برشا. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وملتقانا في فيديو اخر. بسلامه.